السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان الكرام، نحن اليوم أمام حالة مميزة جدا جدا. هذا الطفل اسمه سلمان، عمره 5 سنوات، يحفظ القرآن حفظا عجيبا، يحفظه حفظ متقن، وهو لا يجيد لا القراءة والكتابة ولا حتى يجيد التواصل مع الآخرين. يعني الآن لو تسأله ما يعرف يجيب في الكلام العادي. ولما سألنا مدير المركز كيف حفظ القرآن، قال بالسماع. الشيء الذي يسمعه يحفظه مباشرة، فهم حفظوه القرآن كاملا بالسماع. أنا سأسأله بعض الأسئلة من مواضع شتى لا على التعيين ودون اتفاق معه من القرآن الكريم. تقرأ لنا من ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون. فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الحاقة ما الحاقة. فما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. آية من آيات الله عز وجل، اسألوا في أي موضع. والعجيب أنه كما ذكرت في بداية اللقاء لا يعرف القراءة والكتابة ولا يجيد حتى التواصل، السؤال والجواب. الإخوة في إدارة المركز قالوا لا تسأل لأنه لن يفهم السؤال. إذا سألته عن عمره عن حياته لن يفهم السؤال لأنهم حفظوه بطريقة السماع فقط. نحن نقرأ، هو أي شيء يسمعه يحفظه مباشرة. طبعا هذا سلمان آية من آيات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يجزي القائمين على هذا المعهد، معهد التنزيل للدراسات القرآنية، خير الجزاء على العناية الشديدة بهذه المواهب. وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله من علماء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.